Alpha. حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تخلي بالك منها لما تيجي تصور فيديو هو الصوت بتاع الفيديو ده، ودي حاجة لا تقل أهمية خالص عن الإضاءة والكاميرا اللي أنت بتستخدمها، بل بالعكس ممكن تكون أكتر كمان. يعني أنت لو بتتفرج عليا دلوقتي وشايفني كويس قوي بس مش سامعني قوي، غالبا مش هتكمل الفيديو خالص، لكن لو انت شايفني نص نص وسامع كويس احتماليه ان انت تكمل الفيديو اعلى بكتير. ولما تيجي تشوف حلول لموضوع الصوت ده هتلاقي عندك تقريبا 4 حلول اساسيه. اول حل انك ما تستخدمش مايكات خارجيه خالص وتعتمد على المايك الداخلي بتاع الكاميرا، بس ساعتها مش هتسمع احسن صوت قوي زي اللي انت سامعه دلوقتي. والحل الثاني انك تستخدم مايك لافيلير او اللي بيتعلق في الهدوم زي ما انت شايف كده، لكن الحقيقه مش هو ده اللي انا بستخدمه دلوقتي، لان في حل ثاني وهو الشوت جان. ده بيكون مايك متعلق بره الكادر كده على طول وبياخد الصوت على طول مني، وده بيديك يعني كواليتي كويسه جدا. مشكلته بس ان انت لازم تبقى ماشي بالمايك والستاند بتاعه والكابل الطويل وغالبا اوديو ريكوردر خارجي كمان، فما بيكونش عملي قوي في كل الظروف. وفي حل رابع وهو الاون كاميرا مايكروفون. ده المايك اللي بيكون متركب على الكاميرا على طول، لكن عاده بيضحي بشويه حاجات كده، يا اما بيكون حجمه كبير جدا علشان تاخد منه صوت كويس، او البطاريه بتاعته بتخلص بسرعه، فلازم تخلي بالك من موضوع البطاريه ده. وعشان تحل مشكله البطاريه ومشكله الحجم غالبا هتاخد كواليتي صوت نص نص، يعني مش قد كده. لكن الكلام ده ما عادش خلاص دلوقتي، لان حتى المايك الشوت جان ده مش هو اللي انا بستخدمه وانا بسجل الفيديو ده دلوقتي. انا بستخدم واحد من المايكات السوني الجديده اللي بتكون على الكاميرا، وهو السوني الECM B10. واحد الحقيقه من المايكات العظيمه جدا اللي حلت كل المشاكل دي، بل ومشاكل اكتر كمان اتجنبتها تماما. فتعالى نتكلم شويه مع بعض عن المايك السوني الECM B10. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا اندرو وديد. وسوني الحقيقه الفتره الاخرانيه قدمت لنا مجموعه من الميكروفونات اللي حلت مشاكل كتير جدا بالنسبه لاي حد بيحب يصور فيديوهات. وسلسله الميكروفونات دي في الوقت الحالي بتتمثل في 3 موديلات اساسيين: الECM G1 وده اصغرهم خالص، والECM B1M اقوى واحد في الثلاثه، والECM B10 اللي هو في النص كده وهو ده بطل الحلقه بتاعت النهارده. فزي ما انت شايف الECM G1 ده حجمه صغير جدا، والحقيقه هدفه الاساسي في الفلوجينج. المايك ده دايركشنال، يعني بياخد الصوت من قدامه بالظبط، وحجمه صغير جدا وعملي جدا جدا، فهو مثالي جدا لو حد بيفلوج كتير وبيحب يتكلم كده وهو ماسك الكاميرا. المايك التاني اللي وريته لك هو الECM B1M، وزي ما انت شايف ابتدى بقى ياخد لغه تصميم مختلفه شويه. عندك البلاطه الطويله جدا اللي من فوق اللي فيها كبسولات، لكن المايك ما زال حجمه يعتبر صغير جدا بالنسبه للاداء اللي بتاخده منه، وبالنسبه لكل الامكانيات اللي موجوده فيه اللي بتقدر تتحكم فيها من ظهر المايك على طول كده. والموديل ده تقدر تعتبره للناس البروفيشنال جدا، الفيلم ميكرز اللي عايزين ياخدوا موضوع الصوت ده الليفل تاني خالص وهم بيصوروا. اما المايك الثالث والاخير وهو محور الحديث بتاعنا النهارده هو السوني ECM B10. والمايك ده اكيد زي ما انت خدت بالك كده بيشارك نفس لغه التصميم مع اخوه الكبير B1M، لكن في حجم اصغر شويه وعدد كبسولات اقل من فوق، لكن تقريبا نفس الامكانيات والاداء متقارب جدا. طيب ايه اللي بيخلي المايك الECM B10 او اخواته التانيين مايكات مميزه جدا؟ اول حاجه لو جينا نبص على الهاردوير زي ما قلت لك، المايك ده حجمه يعتبر صغير جدا، يعني بص في كف ايدي قد ايه. والبيك اب كابسولز اللي بتلتقط الصوت شكلها مختلف عن العادي. عندك مجموعه من الكبسولات موجوده في المايك من فوق كده، ما هواش حاجه من قدام كده هي اللي بتلقط الصوت من قدام المايك، وهقول لك رصتهم عامله كده ليه ودورهم ايه، لان دي حاجه من اهم الحاجات اللي في المايك ده بصراحه. ميزه تانية مهمه جدا في الهاردوير بتاع المايكات دي، هو لو بصيت مش هتلاقي فيه اي اسلاك طالعه من المايك ولا اي باب بتفتحه علشان تركب بطاريه او اي حاجه، لان الحقيقه مفيش اي احتياج لانك توصل المايك ده بسلك على كاميرات سوني الحديثه، ولا تحتاج انك تركب له بطاريات لان البطاريه منه فيه كده. والمايك بياخد الطاقه بتاعته من الكاميرا على طول عن طريق الوصله الفضي اللي موجوده من تحت دي، اللي اسمها مالتي شو انترفيس كونكتور، اللي بتتوصل كده مباشره بالكاميرا اول ما بتركب المايك في المكان بتاع الفلاشات ده. وقبل ما نتكلم في الاوديو فيتشرز اللي ليها علاقه بالهاردوير كده، فعندك برضو الجزء اللي بيتثبت في الكاميرا على طول في بيلت ان كده شوك ماونت، علشان لو في اي اهتزازات او حاجه ما تترجمش على طول في الصوت، والشوك ماونت يمتص كل الاهتزازات والحركات دي. ولو جينا للاوديو فيتشرز بقى، فزي ما انت شايف الظهر بتاع المايك ده مليان
مليان توجلز وزراير بتتحكم في كل حاجه ليها علاقه بالاوديو عن طريق الحاجات اللي موجوده هنا دي كلها. وعندك كمان بيجي مع المايك الويند ماف او الدات كات دي اللي هي بتتركب على المايك من فوق عشان لو في اي رياح او حاجه بتقلل جدا تاثير الرياح دي على الصوت. والويند ماف دي بتيجي مع الثلاث موديلات اللي قلت لك عليهم كمان. ده غير ان هي فعلا هاي كواليتي جدا وتحس ان انت قاعد بتطبطب على دبدوب في البيت كده. وزي ما سمعت في اول الفيديو انت بتاخد اوديو كواليتي من المايك ده بتعادل مايكات اكبر بكتير في الحجم من المايك ده بالاضافه لشويه كي فيتشرز مهمه جدا بقى في حته الصوتيات. فاكر لما قلت لك الكبسولات بتاعه الصوت مرصوصه من فوق بالمنظر الغريب جدا ده علشان انت عندك في 3 باترنز موجودين في الظهر بتقدر تتحكم المايك يلقط الصوت من فين بالظبط. اول باترن هي السوبر كارديويد اللي هي بتاخد الصوت من قدام الميكروفون بالظبط، وتاني باترن هي الكارديويد اللي بتلقط 180 درجه او نص دايره كده قدام الكاميرا على طول، فتقدر تلقط واحد بيتكلم وجنبه واحد تاني، او لو باند بيلعب مزيكا مثلا قدام الكاميرا فتلقط الصوت كله بشكل كويس قوي. والباترن الاخيره هي الاومني دايركشنال او ال 360 درجه اللي هو ايا كان مكانك فين قدام الكاميرا هتلقط الصوت كويس جدا. وتعالى اوريك اكزامبلز للموضوع ده متطبق عملي. طلعنا بقى شويه في الاوت دورز كده عشان نشم شويه هواء يعني، ودلوقتي زي ما انت شايف انا في حته مفتوحه تماما وفي دوشه حواليا وصوت عربيات ودوشه من كل حته. ودلوقتي انا مثبت الاي سي ام بي 10 فوق الكاميرا اللي انت بتشوفها دلوقتي، والزاويه دي بقى عشان تبقى شايفني وانا بلف حوالين الكاميرا عشان تشوف البيك اب باترنز بتلقط الصوت ازاي. فاللي انت سامعه دلوقتي ده هو السوبر كارديويد باترن اللي بيكون لاقط بالظبط الصوت من قدام الكاميرا. ولو لفيت دلوقتي حوالين الكاميرا هتلاقي ان الصوت ابتدى يضعف زي ما انت شايفني كده في الزاويه دي. الصوت بيضعف بيضعف بيضعف، بس اول ما ابتدي ارجع تاني قدام الكاميرا هتلاقي ان الصوت ابتدى يرجع تاني، والموضوع الحقيقه قوي جدا والصوت هتلاقيه دلوقتي في اوضح صور. دلوقتي بقى اللي انت سامعه ده هو الكارديويد باترن اللي هو بيكون لاقط بزاويه 180 درجه قدام الكاميرا. فانت دلوقتي كده سامعني كويس قوي، لكن لو جيت برضو على جنب شويه المفروض ان انت هتكون لسه سامعني كويس، ولو جيت الناحيه الثانيه برضو هتلاقيك سامعني كويس يعني بدرجه كويسه. لكن لما ابتدي ارجع ورا الكاميرا مش هتبقى سامع كويس قوي، لان المفروض ان ال 180 درجه اللي ورا الكاميرا مش ملقوطين كويس زي ال 180 درجه اللي قدام الكاميرا. والحقيقه المود ده لطيف جدا وله استخدامات كتير جدا برضه. واخيرا دلوقتي الاومني دايركشنال باترن اللي هو بيلقط يعني 360 درجه حوالين المايك، فاقدر الف حوالين الكاميرا دلوقتي زي ما انا عايز. والمفروض ان انت تكون سامعني كويس، لكن خلي بالك ان انت تكون سامع برضو دوشه حوالين الكاميرا لان هو بيلقط الصوت من كل الاتجاهات. فلو في صوت دوشه او هواء او عصافير او كلاب او اي حاجه هتلاقي ان الصوت برضو كل الكلام ده واضح، لكن انت سامعني كويس جدا في ال 360 درجه اللي حوالين الكاميرا، وده في حد ذاته اعجاز. فيتشر كمان موجود عندك انك تقدر تغير السيجنال من ديجيتال لانالوج بالزرار اللي انت شايفه قدامك ده، وده عشان على حسب نوع الكاميرا اللي انت موصل عليها المايك. في كاميرات بتدعم الديجيتال سيجنال على طول بالذات الكاميرات الحديثه، ولو كاميرات اقدم شويه بتدعم الانالوج سيجنال، فانت بتتحكم في القصه دي عن طريق الزرار ده. بعد كده هتلاقي في زرار بتغير في 3 فلتر مودز موجودين عندك، يا اما تقفل خالص الفلتر، يا اما بتعمل لو كات اللي هو يعني بتشيل الفريكونسيز الواطيه جدا من الصوت لو في بيس او صوت تكييف او حاجه. والفلتر الثالث هو النويز كانسليشن، لو انت في مكان فيه دوشه كتير وحابب انك تقلل الدوشه دي على قد ما تقدر فممكن تحط الفلتر على المود ده وهيعمل لك سحر كده. تعال اوريك برضو اكزامبل. كل اللي انت سمعته قبل كده ده انا ما كنتش مشغل المود بتاع النويز كانسليشن فلتر اللي تقدر تظبطه من ظهر المايك، واللي انت سامعه دلوقتي برضو مازال ما فيش اي نويز كانسليشن معمول. فخلينا نشغل السويتش بتاع النويز كانسليشن فلتر ونشوف هيشيل دوشه قد ايه. دلوقتي انا شغلت النويز كانسليشن فلتر والمفروض ان انت تلاقي كتير من الدوشه اللي حواليا وانا بتكلم قلت خالص، لكن خلي بالك ده ممكن يقلل شويه برضو من الترددات العاديه في الصوت بتاع البني ادم وهو بيتكلم، فعلى حسب انت عايز ايه تشغله ولا تطفيه. لكن هو مازال يعني اوبشن كويس جدا ممكن تستخدمه علشان تقلل الدوشه اللي حوالين الكاميرا. دلوقتي خلينا نجرب اللو كات فلتر اللي المفروض ان هو بيشيل كل الترددات الواطيه جدا. فانا دلوقتي مشغل سماعه حرفيا جنبي ما بتطلعش غير صوت بيس بس، ممكن تكون سامعه فعلا دلوقتي في شويه صوت بيس يعني في المايك لقطه. وخلينا نجرب نشغل اللو كات فلتر دلوقتي ونشوف البيس ده هيقل قد ايه. دلوقتي انا مشغل نفس السماعه بنفس التراك بتاع البيس المستمر اللي موجود فيها، لكن افتكر ان انت ممكن تلاقي الترددات بتاعه البيس فريكونسيز دي كلها هديت خالص، وده بسبب اللو كات فلتر اللي بتقدر تشغله من ظهر المايك. كل التسجيلات اللي انت سمعتها دي انا ما كنتش مركب الدات كات او الفروه كده اللي بتيجي مع المايك عشان تقلل من الهواء وكده، وانا دلوقتي حاليا الحقيقه ما فيش هواء جامد قوي، لكن خلينا برضو نجرب نركبها ونشوف هتفرق في الصوت ولا لا. دلوقتي ركبت الفروه او الدات كات او الويند ماف دي على المايك، وممكن تلاقي ان الصوت بتاع الهواء لو كان فيه هواء يعني قل شويه، وبرضو ده بيوضح الصوت وحل عملي جدا لما تيجي تصور اوت دورز وفي شويه هواء. بعد كده هتلاقي عندك زرار بتتحكم بيه في الاتنيويشن ليفل، عندك الزيرو ده العادي والماينس 10 والماينس 20، وده لو انت عايز تقلل حساسيه المايك شويه ب 10 ديسبل او 20 ديسبل لو انت في مكان دوشه جدا ومش عايز كل الدوشه دي تخش للمايك. فبالزرار ده تقدر تقول له خلي بالك الدنيا هنا دوشه قوي، فانا عايز حساسيتك تقل شويه وانت بتلتقط الاصوات اللي موجوده. واخيرا هتلاقي الزرار اللي بتتحكم فيه ما بين اوتو
مانيوال ليفل للصوت، ولو انت عامله على مانيوال كده لتحت ساعتها بالبكره دي تقدر تتحكم انت عايز الليفل بتاع الصوت قد ايه، ودي حاجه عمليه بصراحه جدا. وكل التحكمات بتاعه الصوت دي موجوده من هنا، لان في الحقيقه انت اول ما بتوصل المايك على الكاميرا تحكماتك في الاوديو اللي في الكاميرا اساسا بتبقى لونها جراي ومقفوله وما ينفعش تتحكم فيها، وكل تحكمات الصوت تقدر تتحكم فيها على طول من ظهر المايك. فالملخص ان من وجهه نظري المايك ده يعتبر احسن مايك تقدر تشتريه للكاميرا السوني الحديثه بتاعتك اللي بتدعم موضوع الديجيتال هوت شو، لان الحقيقه المايك بيغنيك عن الحجم الكبير والبطاريات والاسلاك، ده بالاضافه للصوت الفيري هاي كواليتي وموضوع الباترنز ان انت تلقط الصوت من قدام الكاميرا وورا الكاميرا والكلام ده. بصراحه الموضوع ده عملي جدا جدا. هحط لك دلوقتي برده لسته للكاميرات السوني الكومباتبل مع الموديلات دي من المايكات، سواء بتدعم الديجيتال سيجنال او الانالوج سيجنال. لو انت عايز تعرف حاجه زي كده تقدر تعمل باوز للفيديو وتشوف الكاميرا بتاعتك انهي واحده في دول. ويمكن العيب الوحيد في رايي في المايك ده بصراحه هو ان انت ما ينفعش توصله باي شكل تاني غير على الكاميرا السوني على طول. ما ينفعش توصل له سلك خارجي مثلا لو انت عايز تثبته على ستاند طويل مثلا او عايز توصله على كاميرا تانية، مفيش الكلام ده. انت لازم كاميرات السوني الحديثه بس هي اللي هتشغله، على عكس المايك الجي 1 اللي وريته لك في الاول في فتحه هنا ممكن توصل عليها سلك عادي لو عايز توصله على كاميرا تانية او توصله بسلك وتثبته على ستاند بس. وبس كده، دي كانت كل حاجه حبيت احكي معاك فيها عن الاي سي ام بي 10 واخواته التانيين. بشكرك جدا على انك حضرت معايا الويبينار ده للاخر، ولو عندك اي سؤال ليه علاقه بالمايكات دي او اي حاجه ليه علاقه بالتصوير عموما والكاميرات السوني، ما تنساش انك تبعت لي على اي منصه من منصات السوشيال ميديا على الاكونتس اللي انت شايفها قدامك دي، واشوفك في فيديوهات ويبينارز ثانيه قريب ان شاء الله. سلام. استنى رايح فين؟ كنت عايز اقول لك ان انت لو عايز تشتري اي حاجه من منتجات الكاميرات بتاعه سوني في مصر، فالاوفيشال ستورز هنا في مصر هم كريم ستورز وشمس ستورز واي كام ستور. ولو عايز تعمل صيانه فالصيانه عند ادفانسد ميديا في الشيخ زايد في 6 اكتوبر. ولو عايز مايك اي سي ام بي 10 ببلاش تماما، فلو عملت بري اوردر للكاميرا الجديده جدا الزي في اي 1 هتاخد مايك ببلاش من دول وانت بتستلم الكاميرا. يلا سلام.